السلام عليكم. ايه الاخبار؟ اول حاجه هبدأها معاكم، انا مش بتاع الكلام دوت، بس انا اكتشفت ان هو لازم تقول كده للناس. نبدأ بالاشتراك والضغوط على الجرس ونحط اللايك. يعني الكلام ده انا اول مره اقوله، بس خلينا ايه مع بعضنا. ترامب بيعمل ايه؟ خلينا بقى نتكلم باستفاضه، بهدوء، تركيز. يعني بنوع اليوتيوب بقى ليه جو جميل كده عن التيك توك. التيك توك لازم ايه، دب 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 على طول، لازم تخلص كده يعني. انما اليوتيوب بتقدر تتكلم والفيديو بيتعرض بشكل في نوع من انواع انك انت بتاخد نفسك كده وعلى رأي ناس حبايبنا بتقول لك كوبايه الشاي بتاعتك وتعالى. ترامب عايز ايه؟ الراجل ده اوضح بني ادم انت ممكن تشوفه في حياتك، بس صلاة على النبي. واضح جدا. تحس كده ان هو ايه، فاهم عيوب اللي قدامه وفاهم مميزاته، وعلى اساس الخطوات ديت بيتعامل. ترامب دخلته على جرينلاند، بس صلاة على النبي. التفاصيل ديت تفاصيل كبيرة مش صغيرة، بس مش واخدة حقها من الناس. في بعض الناس بتأيد ان روسيا وقعت في مستنقع. خليني بس اجيبها لك بايه، بالترتيب. وناس تانية بتأيد ان امريكا يعني بتخسر. والواضح انه ترامب ما هيروح فين مع الصين وروسيا وعمال يتمط، والشرق الاوسط. وكمان ممكن تلاقي الموضوع بتاع جرينلاند. يعني في ناس صاحبة الفكرة ديت وفي ناس صاحبة الفكرة دي. انا بقى مع صاحب فكرة ان الوحيد اللي بيتحط عليه اوروبا بشكل واضح. الوحيد اللي بيتقطع. تبقى لك حوالي من الحرب العالمية التانية حوالي 85 سنة عمال تربي في بقرة، والبقرة ديت بقت سمينة ولبنها كتير وحياتها وكل القصة ديت. اوروبا بقت الناس بتعودها كده، تحس ان هو ايه، ده جاي لنا سايح من المانيا. انت فاهم الطريقة يعني، ناس معاها يورو والكلام ده. فباختصار شديد جدا، امريكا حان وقت ان البقرة تقع وتكتر سكاكينها. باختصار شديد، بس عشان ايه نبقى هاديين وناس بسيطة كده ومفيش حاجة يعني. الروس على ارض الواقع ليهم اهداف محددة، وهي انه عايز ياخد او يمنع تواجد حلف الناتو عن حدوده. نجح في اوكرانيا انها تبقى في صراعات ما بينه وما بين اوكرانيا، ومن وراء اوكرانيا موجود اوروبا. هو نجح ان يبقى في تواجد له على الارض وياخد 20% من اوكرانيا، ولكنه فشل في النرويج، الحدود المباشرة اللي ما بينه وما بين روسيا. هو فشل هنا ونجح هنا، فهي لعبة الشطرنج، هي ماشية كده اصلا. بس هو بيسكت شعبه ان انا واخد اكتر من 13 تريليون مواد في باطن الارض في اوكرانيا. انا نجحت ان انا اكسب المبالغ ديت، وهنتوسع وهنبقى ناس اغنياء من ورا الحته اللي انا خدتها من اوكرانيا دي. وفي نفس الوقت تحركات اوكرانيا او تحركات روسيا في الشرق الاوسط، بص على النقطه دي، هو مش مهم بالنسبه له النظام السوري، ولا مهم بالنسبه له النظام المصري، ولا هو بالنسبه له المهم روسيا. هي دي المهمه. هو افكاره انا روسيا بس. يعني تكون فاكر ان احنا حلفاء الروس، لا 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 لا، مش الكلام ده. احنا كمصريين ما فيش الكلام ده خالص. احنا كمصريين حلفاء مصر، احنا بنحب مصر وهو ما بيحبش غير روسيا. بس احنا المصالح بتقول ايه؟ مصلحة روسيا انها تبقى موجودة وقريبة من اوروبا مش من تركيا.
اصلا تركيا مش في الحسابات الروسيه، اللي في حسابات روسيا اصلا اوروبا. فسقوط نظام بشار بالنسبه له ما يولع بشار، هو بالنسبه له موضوع ده بشار خد مكافئته ان هو قعد معاه تحت جناحه في روسيا، هي دي المكافاه. تكون فاكر ان لا 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 لا، هي دي المكافاه البسيطه بالنسبه له. ف تواجد روسيا في المياه الدافئه، ليبيا بقى، سوريا، المهم ان انا ابقى موجود في الحته دي، مهم ان انا افضل موجود في البحر ده، عشان خاطر لو حصل هجوم اقدر ارد من جنوب اوروبا على اوروبا. ما ده تخطيط، كلها شطرنج. الروس لحد هنا هم ما انهزموش لانه موجود، واللي يقول لك مش موجود يبقى في عنده مشكله. هم موجودين باسلحه نوويه وبكل حاجه، عشان بس نبقى واضحين. ولكن الجنب الاخر وهو الامريكان، يبقى احنا كده فهمنا الاوروبيين الروس بيعملوا ايه وشغالين في ايه، والنظام بتاعهم اللي هو واضح تماما ده. ففاضل عندك دلوقتي الاوروبي الامريكان هو كان فاشخ نفسه او ممطوط ما بين الصين وما بين الشرق الاوسط اسرائيل وما بين اوروبا. هو بقى دلوقتي زود المطة اكتر وراح خد جرينلاند، ده بدايات كده. جرينلاند يعني اوروبا، وعايز كندا يعني برضو اوروبا. يعني ايه كندا هي اوروبا؟ كندا حليف قوي جدا بالنسبة للاوروبيين، واللي بيحصل ده ظلم على كندا بالنسبة اللي ترامب عايزه. فكده ترامب بقى عنده خلافات مع روسيا، خلافات مع الشرق الاوسط، خلافات مع الصين، خلافات مع اوروبا، خلافات مع كندا، خلافات مع المكسيك او مع بنما الجنب الجنوبي بتاعه. فالراجل ده مطها اكتر. المطه دي ايه بقى؟ تحليلك انت، حتى انت شايف ايه؟ التحليل بتاعك على ارض الواقع بيقول ايه؟ الراجل ده دخل بصدره زياده عن اللزوم. هو مين الاسلحه اللي كانت موجوده في اوكرانيا في ال3 سنين ده؟ خلاص فاضل ايام بسيطه، شهر 2 14/2 وتبدا الحرب دي تدخل على السنه الثالثه. هو مين اللي عمال يصرف بقاله 3 سنين من الجنب الاوكراني؟ الاوروبيين ما حلتهمش حاجه اصلا، مش حلتهم حاجه من اسلحه، مش بقصد فلوس، من اسلحه. هما ممكن يدوا فلوس لامريكا وامريكا تبعت، بس مين اللي كان بيصرف الاسلحه اللي راحه دي كلها؟ مين اللي كان بيدفعها؟ مش فلوس. بتكلم على الفلوس. دلوقتي احنا في زمن الفلوس ليس له قيمه، المال ملوش قيمه. احنا في عصر الورق ده ملوش قيمه. القيمه كلها في الاساسيات، الاسلحه نفسها. انت ممكن فجاه، وامريكا عملت كده فعلا، كانت بتشتري الدانه بتاعت الدبابه من اي حد في العالم بمبالغ 3 4 5 اضعاف الثمن بتاعها ده، لان انا محتاجها. فمين اللي كان بيصرف الفتره اللي فاتت ديت ذخيره؟ ما هي امريكا. طب امريكا كده بشكل واضح طعنت اوروبا في ظهرها، وراح تاخد منها جرينلاند. لا، هو انتوا من ناحيه روسيا انتوا هتخلوني اسيب روسيا تاخد حتت كبيره من اوكرانيا واحتمال تتوسع اكتر، وانا برضو مش هدخل معاها لانها دوله نوويه، وانا مش هطلع لي من البطه ورك؟ بالمنطق كده مش هتنفع. فترامب رجع الحكم ورجع كفة امريكا بقى. هي كانت ايام بايدن كانت كده، روسيا قدام الناتو كانت كده، لان بايدن كان بيخرف. فاحنا قلنا ترامب هيجي يعملها كده تاني،
هيجي يرجع الهبه الامريكيه تاني. هو رجع عملها كده لان هو مط دخل على حليفه وراح ضربه بالخنجر المسموم في ظهره بشكل واضح. فده اللي جاي. فامريكا عايزه ايه؟ باختصار شديد واضح جدا ان هو بالخطوات ديت بيفتت حلف الناتو. يبقى عنوان الفيديو تفتيت حلف الناتو، ويا ريت تشترك معايا في الفيديو وفي الصفحه وتحط اللايك وتحط التعليق الجميل ده بعد اذنك طبعا. وكده ترامب جاي يهد بشكل واضح الحلف مش هيستمر. مفيش حلف هيبقى ماشي مع واحد خد منه ارض، واللي عايز يتكلم هياخد يعني جزء لام. انا هخش اخدها، هو ترامب اللي قال كده، انا هخش اخدها بشكل واضح جدا انه بيقول لك عسكري. فخلونا نشوف الفترة اللي جاية الامور هتمشي ازاي، وربنا يحفظ مصر. تحياتي.